السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يوم جديد وروتين جديد، يا رب يكون خفيف على قلوبكم كده. خرجت الفرش كده بره، مع ان الجو كان شوية يغيم وشوية يفتح، بس برضو ايه، قلت كده ايه، الدنيا كده تتهوى والفرش كده يتهوى ويبقى ايه، دايما كده معقم وجميل. الشباك ده ما كانش عليه ستارة، وطبعا الهوا وانتوا عارفين الشتاء بقى وكده، فقلت احط عليه الستارة ديت. تدي برضو شكل حلو، وبرضو تشيلي الهوا شوية. وغيرت كده الفرش والملايات بسرعة، اوام اوام كده. وزي ما انتوا عارفين، احنا دايما بنفرش كده الارض، علشان اوقات كتير قوي قعدتنا بتبقى جوه في الاوضه ديت، علشان السقعه. ما بنقعدش يعني بره كتير، كلنا تقريبا كده بنقعد جوه في الاوضه ديت كده من البرد. كنست كده انا طبعا ببقى كنساها وببقى منضفاها، بس برضو علشان هي ما فيهاش بلاط، مش متبلطه. لازم التراب دوت يجي فيها. رشيت شويه ميه كده هوت وكنست. زي ما انتوا شايفين، يعني هو يعني تعتبر نضيفة، ما فيهاش حاجات كتير يعني. اهو، كل يوم تقريبا كده بعمل الموضوع دوت على المشي كده، على البسيط كده. وبنفض الفرش واقوم ايه فرشاه تاني. ما بتاخدش مني وقت ولا اي حاجة، انتوا عارفين كلها يعني ايه، المكان كله اوضة وصالة، فما بياخدش وقت خالص يعني. حتى وانا تعبانة برضو بقوم اعمل وما فيش اي حاجة يعني، ما بتتعبش خالص. بس نفضت طبعا الفرش دوت كويس قوي. لان انتوا عارفين انا لسه يعني غسلاه، مش من بعيد يعني، مش عايز يتغسل ولا اي حاجة. وفرشت برضو اللحاف دوت، عشان طبعا ولادي وعيالي بيذاكروا وبيقعدوا وبيناموا. لما بنبقى كلنا قاعدين كده في أوضة واحدة، بتبقى المكان دافي، وما بيبقاش يعني ايه الجو ساقع ولا اي حاجة، كلنا كده بناخد من نفس بعض، والمكان بيبقى دافي الحمد لله. شايفين الأوضة بقت جميلة ازاي، والشباك منور، مع اننا كنا خلاص قربنا دخلنا على المغرب خلاص. بس وبقى وكنت عامله محشي. طبعا انا عملت محشي كتير جدا 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 في القناه، فانتوا عارفين الخلطه اللي انا بعملها، وحفظتوها تقريبا يعني. وبرضو قلت عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم، جهزت كل حاجه. وطبعا البتنجان والفلفل، اليومين دولت رخيص مش غالي. فجبت حوالي كده 2 كيلو بتنجان مشكل، اللي هو البتنجان الابيض والبتنجان الاسود. هو كان بصراحة كبير، كان فيه كده كبير، قمت قسمته على 2. والبتنجان المخدد دوت حلو قوي اليومين دولت، اللي هو اللي لونه بنفسجي دوت. والفلفل بقى الحامي ده، والفلفل البارد، بيدي طعم كده وايه وشكل وريحة كمان في الحلة كده. لما الواحد بيعمل حلة محشي مشكل كده، بتبقى شكلها جميل قوي. لما تنقي الوان كتير كده. ما حبيتش اعمل بقى اللي هو محشي الكرنب، عشان انا كنت عاملاه قريب، وكنت عاملاه معاكم برضو قريب، مش من بعيد يعني. في القناة لو دورتوا فيها هتلاقوا انا عملت المحشي ده كتير جدا جدا جدا. بصراحة احنا بنحبه، وانا بحبه، وولادي كلهم بيحبوه بصراحة. حتى لو ما بيبقاش معاه اي حاجة تاني، احنا بنعمله بس كده المحشي بس، ما بناكلش معاه اي حاجة تاني. معلش لو كان حبة مخلل، حبة سلطة، بس ما لكن ما بعملش جنبيه حاجة تاني، علشان هي بتبقى أكلة واحدة وحلة واحدة علشان تتاكل. عشان مثلا لو عملت جنبيه ملوخية، أو لو عملت لسان عصفور أو أي حاجة من دي، الأكل بيقعد لتاني يوم. وأنا طبعا ما بحبش أخلي أكل لتاني يوم، مش عشان حاجة يعني، لا، عشان الأكل ما يبص عندي. فبعمل صنف واحد بس ويخلص كل يوم، وان شاء الله بنعمل غيره. خلصت بقى كله، وفاض حبة الرز دولت. وبقول لكم الفلفلايه ديت اتخرمت، اتقطعت مني كده وانا بحشيها، فخليتها في طبق كده لوحديها. المية ديت هي مية عادية خالص، وحطيت عليها حبة ملح وحبة كمون، عشان انتوا عارفين انا ما بحبش احط اللي هي المكعبات مرقة الدجاج ديت. وبصراحة ما كانش عندي شوربة، والحمد لله يعني ايه بتتقضى، لازم يعني لازم تتقضى بأي شكل من الأشكال. بقلل من مرقة الدجاج ديت زي ما انتوا عارفين، علشان يعني مش كويسة، ما بتبقاش كتير يعني، مش كويسة، مش بتبقى كويسة على الصحة. حطيتهم كده،
وهزيت الحلة عشان المية كلها والشوربة كده تاخد في المحشي. وحطيت كمان الطبق اللي هو كان فيه الرز اهوت يستوي معاهم اهو، بيستوي وبيستوي اول واحد كمان قبل الخضار. الخضار بدأ يغلي، وحوالي ربع ساعة كده وكان خلاص المحشي استوى بقى زي الفل اهو. وانتوا عارفين اول حاجة الرز دوت هو اللي بيتاكل. انا بشكر جدا 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 متابعيني من جوه مصر ومن خارج مصر، وحبايبي اللي اشتركوا عندي جديد، وخصوصا اصدقاء فاطمة من السعودية ومن جدة، اللي فرحوني جدا جدا قبل ما اسجل الفيديو على طول دوت. شفت التعليقات بتاعتهم وفرحت جدا جدا جدا. حسيت اللي فيه ناس طيبة جدا وقلبها زي البفتة البيضة وبيحبوا الخير للناس. ربنا يا رب كده يوقف لكم ولاد الحلال ويبعد عنكم ولاد الحرام اللي بيكرهوا الخير للناس يا رب. وربنا كده يستركم دنيا واخره. حسيت كده اللي والله قلبي استريح كده وما اقولكوش. احب اشكرهم شكر خاص والله. ونقول الدعاء بتاعنا اللي احنا ما قلناهوش بقى: اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك. اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وسد الدين عن المدينين. اللهم ارزق كل مشتاق للذرية الصالحة عاجلا وليس آجل. اللهم لا تجعلنا من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. وده كان اكلنا النهارده وروتيننا النهارده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.